في الحلقة السابقة نحن تكلمنا عن انه نشخص المرض كيف، يعني اذا كان في اعراض نشخص كيف. وتكلمنا برضو عن انه نحن دايرين نعمل مجموعة من الصور وفحوصات الدم عشان نعرف المراحل. المراحل دي مهمة، انه نحدد العيان في مرحلة من مراحل المرض. يعني عندنا 5 مراحل، اللي هي من المرحلة الصفر للمرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة دي حصل انتشار، والمرحلة الصفر اكتشفناه بالتصوير الطبي، المريض ما حس بأي شيء. نحن بنفضل كاختصاصيين أورام إنه كل المرضى يا ريت لو يتشخصوا لنا في المرحلة الصفر، اللي هو هم ما شاكين من أي شيء وجول المسح بس واكتشفنا المرض. نسبة الشفاء في المرحلة الصفر بتقارب 100%. في المرحلة الرابعة نحن بنتكلم عن أقل من 20%. فالفرق كبير جدا جدا. يعني من كل 6 نعالجها، من كل 100 ست نعالجهم في المرحلة صفر، احتمال كبير كل 100 يكونوا عايشين. في المرحلة الرابعة من كل 100 ست، وللأسف بنقول إنه يعني اللي بيكونوا عايشين أقل من 20. فنحرص، لأنه ده في يدنا، إنه المريضة بتتنقل من مرحلة لمرحلة بالإهمال. لأنه إذا كان حست بحاجة مفروض طوالي تمشي، لأنه ممكن تكون في المرحلة الأولى أو الثانية. لكن كل ما تصبر كل سنة المرض بيتقدم وينتشر. المراحل دي مهمة جدا جدا في تحديد برضو نوعية العلاج. يعني يا نوع نديه للمريضة، لازم نحدد انه نحن في المرحلة كم، في المرحلة الصفر، في المرحلة الرابعة، ولا. لانه انواع العلاج بتختلف. ونحن هنتكلم بعمومية حسي انه انواع العلاجات المتوفرة شنو، بعدك نمسك كله نوع من انواع العلاج نتكلم فيه بالتفصيل. لكن العلاجات المتوفرة لسرطان الثدي هي العلاجات الجراحية، جراحة. بعد العلاج الجراحي ممكن يكون علاجات كيميائية، العلاج الكيميائي. عندنا برضو العلاج الهرموني، عندنا العلاج بالعقاقير الحيوية، ودي من العلاجات الحديثة دخلت في 15 سنة السابقة. وعندنا في السنوات الأخيرة دخل علاج اسمه العلاج المناعي. فدي كلها مجموعة علاجات مريض السرطان الثدي، ممكن تحتاج لها كلها، ممكن تحتاج لجزء منها على حسب المرحلة اللي هي فيها، على حسب مواصفات الورم. لكن نحب نقول حتى المرض اللي بيحصل فيه انتشار في السنوات الأخيرة حصل تطور كبير جدا جدا. بقينا كأطباء علاج أورام عندنا في يدينا في أدوات كثيرة نقدر نساعد بها المرضى في مختلف مراحلهم. فما في يأس إن شاء الله. حتى في المرحلة الرابعة بقت عندنا أدوات نساعد بها المرضى.